ازاي بطل او بطلة فيلمك المفضل قدر يقنعك ويخليك تصدق ان هو الشخصية مش الممثل؟ السر مش في المظهر، السر في التقمص. في اقل من دقيقة هديلك 3 خطوات تنقلك من الممثل للشخصية نفسها. الخطوة الاولى بنسميها التكسير. امسك السيناريو، قريت الحوار، فهمته، سيبك بقى من الحوار شوية واسأل نفسك الشخصية عايزة ايه؟ هدفها ايه؟ مخاوفها ايه؟ مشاعرها ايه؟ ايه الدافع بتاعها؟ الخوف، الحب، الانتقام. كل جملة بتقولها تبقى وسيلة لتحقيق رغبة عميقة للشخصية. والاهم من الجمل ما بين السطور، ودي ممكن نبقى نعمل لها فيديو لوحدها. الخطوة التانية بنسميها التجربة الحسية. الممثل الكسول بيتخيل انه حزين، لكن الممثل الحقيقي بيستدعي شعور الحزن الحقيقي، سواء من موقف حصل له فعلا او انه بيتعايش مع الحدث اللي هو بيمثله بجد. ربط الاحساس الجسدي بالشعور هو اللي بيخلي عينيك تتكلم ومشاعرك توصل للمشاهد. الخطوة الثالثة واهم خطوة بنسميها الباب الخلفي. الممثل العادي بيتقمص المشهد من اوله لحد اخره، لكن الممثل الحقيقي والممثل الشاطر بيتقمص ما قبل المشهد. بيسأل نفسه قبل الباب ده ما يتفتح الشخصية دي كانت فين؟ ايه اللي جابها هنا؟ هدفها ايه؟ خايفة من ايه؟ طب هي حاسة بايه؟ كل دي أسئلة بتخلي شعورك حقيقي جدا قبل حتى الكاميرا ما تدور. الخلاصة، تقمص الشخصية مش معناها انك تلبس لبسها او تبقى شكلها. تقمص الشخصية معناها انك تتلبس مشاعرها الحقيقية ودوافعها ومخاوفها. لو عجبك الفيديو اعمل له سيف وجربه في البروفا اللي جايه. ولو عندك اي تكنيك تاني للتقمص اكتبه لي في الكومنتات. سلام.